مين كان يتخيل ان اتنين قتالين قتلة تفضل قصتهم تتحكي لمدة 100 سنة وتبقى من اشهر قصص السفاحين في مصر، وكل كام سنة يتعمل ريفريش للقصة؟ وطبعا انت اكيد عرفت انا بتكلم عن مين. رايا وسكينة، اللغز اللي ما انتهاش وشكله كده مش هينتهي دلوقتي. قتالين قتلة ولا بيقاوموا الانجليز ولا مجرد اتنين ستات شمال؟ دول التلات اراء اللي بيتقالوا، ولو بتسألني عن رأيي فانا مش مع اي رأي من التلاتة، ورأيي هقوله لك في نهاية الفيديو وهقول لك كمان جبته منين. لكن المهم اكتب لي انت كمان بتشوف رايا وسكينة ازاي من وجهة نظرك لحد دلوقتي على الاقل، او اقول لك اكتب لي رأيك افضل بعد ما تسمع الفيديو. انا عمرو العزالي وده اخر مترو. من سنتين تقريبا كان عدى 100 سنة على حكم اعدام ريا علي همام وسكينة علي همام، البنتين الفقراء اللي جم من قرية جنب أسوان يدوروا على أي لقمة عيش في اسكندرية. وده بالمناسبة كان أول حكم إعدام يتنفذ في ست في مصر. كلام كتير اتقال على رايا وسكينة، ما بين رواية رسمية ومشهورة ومتوثقة بالورق وبمسرحية وبمسلسل أشهر من بعض، وما بين ناس بتقول إنهم ما كانوش بيقتلوا الستات وإنهم كانوا أبطال وتم تشويههم من الاحتلال لأنهم كانوا بيقاوموا الإنجليز. التهمة الرسمية المكتوبة في التحقيقات واللي لسه بتتقال لحد دلوقتي إن الأختين قتلوا عدد كبير جدا من الستات. لكن هل في كلام تاني؟ هل في آراء تانية؟ الإجابة أيوة، في رأي تاني بيقول إنهم كانوا بيقاوموا الإنجليز، وده اللي قاله السيناريست المصري أحمد عاشور اللي برأ رايا وسكينة وطلعهم أبطال في المقاومة الشعبية لثورة 19 من وجهة نظره، ووعد كل اللي مهتم بقضية رايا وسكينة بفيلم وثائقي يعرض فيه الحقيقة من وجهة نظره. وفي مسلسل أهو ده اللي صار هتلاقي برضو المؤلف عبد الرحيم كمال عمل مبرر لقتلهم للستات، إنهم كانوا بيقتلوا فقط الست الوحشة واللي مش مؤدبة وما بتسمعش الكلام وبتمشي مع الإنجليز. ولما اتسأل عبد الرحيم كمال عن الحكاية دي قال إن في أكتر من رواية للقصة وأنا اخترت الرواية دي، ولكن الرواية الأقوى والأشهر في قضية رايا وسكينة إنهم كانوا شغالين في الأعمال المنافية للآداب. وبالمناسبة ده مش رأيي لسه، وكانوا فاتحين بيتهم للشغل ده، وكان ده الدخل الوحيد ليهم، الدخل الوحيد والعياذ بالله ليهم يعني. ولكن كان الدخل ده كله ضايع على مزاج حسب الله وشرب سكينة. كان الاحتلال وقتها واكل خير البلد والناس ما كانتش لاقية تاكل، لدرجة ان بديعة البنت الصغيرة اللي كانت معاهم اعترفت عليهم كلهم بأكلة فول وطعمية، يعني حتى مش بورك فرخة زي ما قالوا في المسلسل. والرواية دي كمان بتقول ان الستات دول كانوا شغالين معاهم اصلا وما كانوش بيجروهم بالعافية ولا حاجة، والسبب في قتلهم كان غيرة رايا منهم اصلا، عشان اللي بيكسبوه كانوا بيجيبوا بيه ذهب دايما، منه يتعايقوا بيه ومنه قرش للزمن. فاتفقت رايا وسكينة مع حسب الله وعبد العال حسب كل الروايات المشهورة انهم يخلصوا عليهم. ومحدش طبعا كان هيستغرب اختفائهم وقتها، لان من ناحية الستات كانت بتهرب من الفقر، ومن ناحية تانية هم ما شاء الله اخلاقهم كانت زبالة يعني. واخر حاجة اتقالت في التحقيقات الرسمية ان الجرائم دي كلها اتكشفت لما سابوا البيت وجه ساكن جديد قرر انه يحفر عشان يدخل مية ومجاري، واتفاجئ بوجود الجثث. التحقيقات مأكدة ان كلهم ستات وكلهم كانوا من معارف رايا وسكينة، او مش مأكدة مش مهم، في النهاية اتحكم عليهم بالإعدام. السؤال دلوقتي، لو وجهة نظر أحمد عاشور اللي بيقول إن هما بريئتان طلعت سليمة وكان فعلا عنده إثبات على كلامه، مين في مصلحته إنهم يطلعوا مجرمين في نظر المجتمع كل السنين اللي فاتت دي؟ وهل حصل تزوير في التاريخ خدعنا كلنا وكان الضحايا الحقيقيين هم رايا وسكينة؟ وفي الحقيقة لو يهمك رأيي يعني، فأنا مع رواية تانية خالص للكاتب صلاح عيسى قالها في كتابه رجال رايا وسكينة، بيقول فيها إنهم قتلوا ستات فعلا، لكن جريمتهم دي بريطانيا استغلتها كويس عشان تثبت بيها إن المصريين مش هيقدروا يحكموا نفسهم بنفسهم، وهتحصل فوضى كبيرة وجرايم خصوصا ان الجرايد وقتها كانت بتثبت عمود يوميا في اخبار رايا وسكينة لمدة شهرين، ترند بقى نجوم شباك. فبالتالي بريطانيا شافت ان كده مصر مش هتقدر تحصل على استقلالها بسبب حكايتهم دي. يا عالم رأي ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، لكن بالمناسبة في حاجات كتير اتغيرت في التاريخ لأسباب ممكن تبان بسيطة جدا. يا ريت تقول لنا من وجهة نظرك، انت شايفهم فعلا مجرمين ولا شايفهم فعلا أبطال، ولا انت مع رأي الكاتب صلاح عيسى وشايف ان هم مجرمين لكن تم استغلالهم؟ وهل فعلا مسلسل رايا وسكينة ومسرحية رايا وسكينة اللي عملوهم زمان شادية وسهير البابلي وبعدهم سمية الخشاب وعبلة كامل قدروا فعلا انهم يوصلوا لك صورة كاملة للحقيقة، ولا انت عندك وجهة نظر مختلفة؟ واستنونا دايما في آخر مترو.